السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده هيطلع لك زي ما هو كده بدون اي تعديل بدون اي ايديت، ولكن لو هيبقى فيه تعديل هيكون بس ان انا بشيل الحته اللي انا ساكت فيها. ودي اول حلقه من سلسله 7 حلقات بس عايزك فيها، او الهدف منها انك تشوفني وانا بقف على رجلي تاني بعد وقعه كبيره جدا. فبسم الله الرحمن الرحيم كده، انا قاعد في الامارات وعايش هنا من 2014. اشتغلت في شركات كبيره وشركات متوسطه والدنيا كانت ماشيه وزي الفل. وقعت كتير ووقفت كتير تاني على رجلي، ولكن الوقعه اللي انا حصلت لي في الوقت الحالي دي كانت فعلا اكبر وقعه حصلت لي. انا حاليا مديون بحوالي 35,000 درهم، اللي هو تقريبا نص مليون جنيه. وعشان نعرف الديون دي عباره عن ايه وانا بشتغل ايه، فانا هبدا معاك بسم الله الرحمن الرحيم واقول لك ان انا بشتغل في مجال السياحه. مجال السياحه هنا في الامارات مختلف شويه، ولكن هنا كان في تحدي كبير. اول حاجه في مجال السياحه ده في العالم كله حساس جدا، يعني لو حد عطس ممكن يوقف السياحه في دول كتير، وطبعا احنا كلنا شفنا الكلام ده في كورونا. اما في موقفي الحالي فانا واحد من ضمن ناس كتيره قوي شغاله في نفس المجال ده، ولكن انا اتاثرت ماديا ومعنويا وخسرت تقريبا كل حاجه. ولكن انا عشان بتكلم عن نفسي فانا عايز اقول لك قد ايه المعاناه اللي انا عانيتها في الفتره اللي فاتت دي. طبعا احنا كلنا شفنا الاحداث اللي حصلت الفتره اللي فاتت دي اللي استمرت لتقريبا 4 شهور. في 4 شهور لما اقول لك ان مفيش اي دخل نهائي بالنسبه لي، فتتخيل اوتوماتيك ان في دول عظمى اليوم الواحد ممكن ياثر عليها ويخليها تنهار اقتصاديا. ولكن هنا انا ماليش دعوه بالدول الكبيره، انا هتكلم عن نفسي. في 4 شهور مفيش اي دخل بالنسبه لك، وبدات تتدين وبدات حياتك تتاثر، فبالتالي انت كمان عندك مسؤوليه، عندك زوجه، عندك بيت، عندك اطفال، فكمان هم بيتاثروا. وبدات ادخل في تحديات انا فعلا ما كنتش قدها، ولكن انا عشان راجل مسؤول فبدات اتحمل المسؤوليه واحاول بقدر الامكان ان انا اوفر ابسط الاحتياجات الاساسيه اللي ممكن تخلي البيت ده يقف على رجله. ومن هنا بدات المشاكل تكبر اكتر وبدا الموضوع يتضخم معايا جدا، ولكن بفضل الله والحمد لله ان انا قادر اقف على رجلي لغايه اللحظه دي من غير ما انهار. وعشان كده انا جاي لك النهارده عشان اخليك تبقى شاهد معايا على رحله الصعود اللي انا ببداها من النهارده. وزي ما اتفقت معاك ان السلسله دي 7 حلقات بس، فمعنى كده ان حلقه كل اسبوع، باختصار 7 حلقات يعني 7 اسابيع، اللي هو شهر و3 اسابيع بالظبط، اقل من شهرين. وده تحدي صعب جدا، لان انا في اقل من شهرين مطلوب مني ان انا اوفر نص مليون جنيه. وكل اللي انا عايزه انك تكون شاهد معايا وشاهد عليا ان ازاي ان انا من ماينس 35,000 او نص مليون جنيه في اقل من شهرين هبدا ان انا اسدهم واقف على رجلي تاني من اول وجديد في اقل من شهرين باذن الله وبعون الله. على العلم ان السياحه زي ما انتم عارفين والشغل مفيش، وانا مش بشتغل بمرتب، يعني انا مش موظف بمرتب اقدر ان انا اوفر بيهم ال 35,000 دول، او هعمل جمعيه او الكلام ده. كل ده مجهود شخصي، وباذن الله عايزك تكون شاهد عليا. وبرغم ان التحدي ده صعب جدا وفيه عوائق كتيره جدا، الا ان انا عندي ثقه في الله ان انا باذن الله هقدر اقف على رجلي تاني، وهقدر ان انا